نرحب بالشيخ صالح بن عطية السحتة، شيخ قبيلة بني هراوة من بني مالك. فأهلا وسهلا بكم في هذا الكرنفال. الليلة يجتمع شيوخ وأعراف قبائل بني مالك وأبنائها تحت سقف واحد في تواصل بني مالك الأول. ما هو انطباعك حول هذا اللقاء؟ والله انطباعي أنا فخور بهذا الاجتماع مما يمثل التواصل خلف قيادتنا وأطراف المجتمع، وهذا شرف كبير لنا في الاجتماع والحضور بما يمثل قبائلنا في تكريم جميع من يستحق التكريم. طيب، كيف ترى إلى هذا التواصل وقد حقق جملة مميزات من أبرزها هو التواصل بين أبناء القبيلة وأيضا تكريم المبدعين؟ والله أنا أعتبر التواصل هذا تواصل له فوائد كثيرة، منها التعارف، منها التقارب، وهذا شيء طيب حقيقة في مجتمعنا. نحمد الله طبعا في ضوابط خلف قيادتنا الحكيمة. لا شك أن هذا هو التميز، ويقع تحت مظلة رسمية وبموافقة من أمارة المنطقة، وهو يأتي ضمن ما يقره قيادة المملكة والوطن الحبيب باللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. هذا هو المطلوب، هذا هو الحمد لله، هذا شيء فضل كبير لنا، ننعم بالأمن وننعم بالاستقرار وننعم بالتواصل في ظل حكومة سلمان الحزم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي العهد.